كانت العلاقة طيبة بيني وبينه، وصلنا لمرحلة حصلت فيها المفاجأة التي هي لب وأساس قصتي. انظروا ماذا حصل معي أنا 5 أطفال، 2 منهم تقريبا تحت 3 سنوات وسنة ونص. وضعي كان صعب جدا، درجة حرارة عالية، درجة رطوبة عالية، اعتناء ب5 أطفال، تحرك من مكان سكن إلى مكان تدريس 2 في اليوم، عدد ساعات كبير جدا. فأرهقت. من شدة الإرهاق في ليلة من الليالي حصل معي أنا بلغتي أنا مصيبة مما يعني أهتز لها وأتضايق، إنه راحت علي صلاة الفجر. هنا طبعا لابد أن أقف وقفة يا إخواني وأخواتي. صلاة الفجر بالنسبة لي حينما تدينت دخلت في عالم التدين، واحدة من الأساسات التي أسست حياتي عليها حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا الحديث يعني كنت أعرف متى العلاقة بيني وبين الله يعني عليها مشكلة وقصرت في حق الله وعوقبت بها حينما تفوتني صلاة الفجر. فهذا أمر قاسي جدا على قلبي حينما تفوتني الفجر. ففاتتني صلاة الفجر، يعني فاتتني بمعنى مش إنه لم أصلي الصلاة جماعة في المسجد، لا لا لا، طلعت الشمس وأنا نائم من شدة التعب والإرهاق. ربما كان عذري شدة الضغط، شدة الالتزام، شدة التعب، ولكن زي ما بقول بالإنجليزي nevertheless في مشكلة، كنت متضايقا ضيق لا يعلم به إلا الله. فقدر الله سبحانه وتعالى إنه هذه الحادثة اللي حصلت معي هزتني. في الأخير قمت صليت طبعا بعد طلوع الشمس وأنا متضايق جدا. ولاحظوا إخواني وأخواتي، هذا سر خاص عندي أنا لم يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا وزوجتي فقط. خرجت في الصباح الباكر لألحق بالدورة اللي فيها هذا الأخ عبد الله المسلم الجديد، كانت صباحية. طبعا حالتي النفسية من الداخل لا يعلم بها إلا الله، متضايق ضيق شديد جدا. دخلت أنهيت الكلام، بتفاجأ بعد ما خلصت الدورة حوالي 2 ساعة طلع الأول الثاني الثالث الرابع، فبقي عبد الله لوحده معي بالصف. انظروا ماذا حصل. بدي أحكي أصل النص كما قاله بالإنجليزي، بعد ذلك أترجمه حتى أعطي روح النص لمن يفهم اللغة. إجا لعندي قال لي دكتور I want to ask you a question. قلت له تفضل. قال لي أريد أن أسألك سؤالا. قلت له تفضل. يقول لي today I missed the Fajr prayer، يعني اليوم راحت علي صلاة الفجر. على قولت اخواننا المصريين داخل نفسي قلت يا دي النيل المنيلة، انت مش جاي تسألني هذا السؤال الا اليوم. في داخل نفسي هكذا كان موقفي معه، انا فاقد صلاة الفجر في ذاك اليوم ومتنكد، وبيجي بيسألني بيقول لي today I missed the Fajr prayer، انا راحت علي صلاة الفجر. السؤال الوهلة الاولى صدمني من ناحية نفسية ومن ناحية روحانية، ولكني ظننت قلت لعله يسأل عن الناحية الفقهية، بمعنى إذا فاتتني صلاة الفجر هل أصليها مجرد الاستيقاظ ولا أصليها بعدين؟ تعرف في بعض الناس يعني في آراء معينة في الموضوع، والله أعلم، أو بعض الناس يظن أنه هنا آراء، الوضع الطبيعي يصليها مباشرة. فأنا غلبت وكأني تمنيت داخل نفسي أنه لا يقصد إلا السؤال الفقهي. دوري قلت له عبد الله you can pray it don't worry، يعني صليها لا 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 تخاف. بيقول لي this is not what I'm asking you about، ليس هذا ما أسألك عنه. قلت له عبد الله you can pray it please you just pray it، يعني صليها ما عليك أي مشكلة وتوكل على الله. برد بعيد لي بيقول لي this is not what I'm asking you about، ليس هذا ما أسألك عنه. وكأني غير منتبه أو لا أريد الانتباه إلى إجابته، أنا أريد أن أركز على وكأنه المشكلة فقهية، ما أريد أن يفتتح لي ملف آخر. قلت له عبد الله please you can pray it، خلص صليها ما في أي شيء. بيقول لي بعدين علم من نبرته بيقول لي دكتور this is not what I'm asking you about، بيقول لي ليس هذا ما أسألك عنه. قلت له what is the thing that you are asking me about، ايش هو الشيء اللي عم تسألني عنه؟ فهنا كانت الصدمة اللي هي محور كل القصة واللي أختم فيها إن شاء الله. تعرفوا إيش قال لي يا إخواني ويا أخوات؟ قال لي دكتور I feel shy from الله سبحانه وتعالى، قال لي أنا أشعر بالخجل من الله سبحانه وتعالى. عندها شعرت كأن الإنسان الذي أمامي يصفعني ويوجه لي رسالة عجيبة. يا أخوة يا أخوات، هذا شاب صيني عمره لم يتجاوز ل 14 سنة، عمره الإسلامي 120 يوم فقط، في مدينة هونغ كونغ في بيئة ملحدة، ودخل بعد القراءة عن الإسلام من الإنترنت ولم يتربى في بيئة إسلامية. ب120 يوما وصل لمرحلة الخجل من الله لفوت صلاة الفجر. ما أدري هل تحتاج مني تعليقا؟ كم منا من لا يصلي أصلا فضلا عن أن لا يسأل عن صلاة الفجر. يصلي المغرب ربما 500 في مسجد ما في بلد عربي ما، و500 في العشاء، لا يصلي منهم 20 أو 30 في صلاة الفجر.
هل يمكن أن نأخذ من هذه الرسالة هذا البعيد الذي أتى من بيئة ملحدة ب120 يوما أصبح يخجل ويبكي على نفسه من فوت صلاة الفجر وبعدنا لا يصلي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن نستشعر هذا الشعور الطيب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بهذه السرعة، لعل أمثال هؤلاء يكونوا قدوة لنا. اللهم آمين. لا تنسونا من دعائكم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. للخير تمضي لا تهاب.